تخيل معايا إنك نايم في أمان الله وفجأة صحيت لقيت طريقة تفكيرك في الفلوس اتغيرت. محفظتك بدأت تاخد شكل تاني، وحتى نظرتك لممتلكاتك ومستقبلك المهني بقت في حتة تانية خالص. مش بس كده، ده انت بقيت بتتكلم بسرعة البرق وبتاخد قرارات جريئة عمرك ما كنت تتجرأ تعملها. عارف ده معناه إيه؟ معناه إن كوكب المفاجآت والثورات أورانوس قرر يزور بيت المال عندك بعد غياب 84 سنة. أيوة يا برج الثور، إحنا مش بنتكلم عن مجرد ترانزيت عادي، إحنا بنتكلم عن رحلة هتقلب موازين حياتك لحد 2033. لو عايز تعرف إزاي هتعمل ثروة من الهوا وإيه السر اللي هيخليك تغير شكلك وصوتك وطريقة لبسك، كمل الفيديو ده للآخر عشان اللي جاي زلزال إيجابي بكل المقاييس. بص يا سيدي، كوكب أورانوس هيدخل برج الجوزاء. الحدث ده ما تكررش من 84 سنة، يعني إحنا قدام ظاهرة تاريخية. أورانوس ومن 26 أبريل 2026 هيستقر في الجوزاء لحد سنة 2033. 8 سنين يا ثور، والثمان سنين دول هيكونوا في بيتك التاني. البيت التاني ده بقى هو الخزنة بتاعتك، هو المسؤول عن فلوسك، مواردك، إزاي بتدير دخلك، وحتى علاقتك بالأكل والشرب والجمال والحواس الخمسة. بما إنك برج الثور، فإنت أصلاً صاحب البيت ده بالفطرة، بتحب الاستقرار والراحة والحاجات الشيك. بس لما يدخل أورانوس المجنون على منطقة الاستقرار دي، تفتكر إيه اللي هيحصل؟ هيقلب الترابيزة. أورانوس بيعمل ثورة في أي مكان بيدخله، وبما إنه بيحكم بيتك العاشر، يعني بيت المهنة والوضع الاجتماعي، فالمعادلة بقت واضحة. طريقة شغلك هي اللي هتحدد شكل محفظتك الجديدة. ممكن تلاقي نفسك بتسيب وظيفة مكتبية مملة عشان تفتح مشروع في العقارات، أو تدخل عالم التجميل والموضة، أو حتى الزراعة بس بشكل متطور ومعتمد على التكنولوجيا. وبما إن الجوزاء برج التواصل والسوشيال ميديا، وأورانوس هو كوكب التكنولوجيا، فممكن جدا تبدأ صفحة أو براند على الإنترنت في مجالات العقارات أو الفاشن، أو حتى تقدم محتوى إبداعي زي الغنى أو الرسم، وتلاقي الدخل جايلك من السكة دي. الفترة اللي كانت من يوليو ونوفمبر 2025 كانت فترة بروفا، شفت فيها ملامح السنين الجاية. هتبدأ تشوف تغييرات في دخلك، وممكن تلاقي طرق مبتكرة جدا ومجنونة عشان تنظم ميزانيتك. بس خليني أكون صريحة معاك، أورانوس مش بتاع استقرار تقليدي، يعني ممكن تلاقي شهور فيها أرباح خيالية وشهور تانية فيها تقلبات. الموضوع عامل زي المؤامرة المحسوبة. ممكن تعمل كورس أونلاين أو ورشة عمل وتعتمد أرباحك على عدد المشتركين، فيها ريسك بس العائد ممكن يكون جبار. الخبر الحلو إن أورانوس طول الرحلة دي عامل زوايا دعم قوية جدا مع بلوتو في الدلو ونبتون، وده معناه إن أي مشروع جديد هتبدأه، خصوصا لو في ابتكار أو تكنولوجيا، هيكون مدعوم طاقيا بشكل مش طبيعي. انت داخل على مرحلة استثمار في نفسك وفي وضعك العام، وممكن تلاقي نفسك فجأة بتتعلم التداول في البورصة أو الكريبتو. وبما إن الجوزاء برج السرعة، فأنت هتتعلم الحاجات دي في وقت قياسي، سواء لوحدك أو مع مجموعة صحاب وشباب ليهم في التكنولوجيا. التغيير مش بس في المحفظة، التغيير في الذوق كمان. ممتلكاتك، لبسك، حتى ستايل شعرك والميك اب هيبقوا مودرن وأحيانا غريبين شوية. هتبقى جريء في طلتك، وهتكتشف إن صوتك نفسه وطريقة كلامك بقوا أسرع وأقوى. البيت التاني بيحكم الحنجرة، والجوزاء بيحكم الكلام، فأنت هتبقى لسانك حصانك، هتقول الحق ومش هتخاف من حد، حتى لو كلامك صدم الناس اللي حواليك. هتبقى بتعبر عن نفسك بمنتهى الثقة، لأن أورانوس هو اللي بيدي الاستنارة دي. حتى أكلك وشربك هيتغيروا. أورانوس كوكب القطع، يعني ممكن فجأة تقرر تقطع السكر، أو تبطل عادة سيئة زي التدخين، أو تغير نظامك الغذائي تماماً لنظام صحي متطور. هتصفي حياتك من كل الحاجات اللي ملهاش لازمة، حتى السوشيال ميديا هتعمل unfollow لكل الناس اللي مش بتفيدك، وهتركز بس على اللي بيطورك إبداعياً ورقمياً. موضوع العقارات والأرض هيكون ليه نصيب كبير من وقتك. ممكن تبيع أو تشتري بيت فجأة، أو تعمل تغييرات هندسية ذكية في بيتك تخلي كل الجيران يتكلموا عنها. البيت التاني والجوزاء مع بعض بيخلوك تفكر في الاستثمار السريع في الأراضي أو الشقق، والفرص هتيجي وتروح بسرعة البرق، فخليك صاحي.
قيمك الشخصية نفسها هتتحول، أولوياتك في التربية، في التعامل مع أهلك وجيرانك، وحتى اهتمامك بحقوق الإنسان والمجتمع هتزيد جداً. هتبقى شخص مجتمعي أكتر ما أنت فردي. هدفك مش بس إنك تنجح لوحدك، هدفك إنك تترك أثر في منطقتك وناسك. يا برج الثور، ال8 سنين الجايين دول هم مرحلة إعادة اختراع الذات. الفلوس مش هتيجي بالطرق التقليدية، هتيجي بالذكاء، بالسرعة وبالتكنولوجيا. انت عندك فرصة ذهبية انك تتحول لنسخة أذكى وأغنى وأكثر تحرراً من أي وقت فات. لو وصلت لحد هنا فانت أكيد جاهز للرحلة دي. قولي في التعليقات، ايه أكتر مجال من اللي ذكرناهم حاسس انه هيجذب الفترة الجاية؟ العقارات، التجميل، التداول، ولا السوشيال ميديا؟ وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو ده لكل صحابك من برج الثور عشان يستعدوا هما كمان للزلزال. ولو لسه ما اشتركتش في القناة، اشترك دلوقتي وفعل الجرس عشان تتابع معانا كل حركة للكواكب هتغير حياتك. أشوفكم الفيديو الجاي ومستقبلكم مليان مفاجآت حلوة.